أنا قبل ما أدش في الأخبار الحقيقة يعني المنشيتات وإلى آخره، لفت نظري الإعدام لممارسي السحر والشعوذة. الله أكبر، يعني لهالدرجة منتشر السحر والشعوذة ولا في خبر هذا؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. السحر قاعد ينتشر بصورة مو منطقية تبي صراحة، عشان كذي يعني نشوف في السعودية ليش تقصف السحرة؟ أي ترى ما يلامون، السحر زاد بطريقة مو طبيعية، وفي كثير من الناس يعني أنا ما ودي أقول لك، من أسبوع كلمني واحد من الربع وقعدت وأنا أطلع وياه وأقعد وياه، اكتشفت إنه مسحور، مو الانسان اللي عارفه. ابو مبارك، هذه كان السؤال كاني انا ناطر منك هالاجابه، وكاني انا متفق وياك قبل الهواء. اي والله، والسؤال ادري انه مفاجئ لك، وانا اصلا ما كنت اتوقع اني بسالك السؤال لانه موجود. صحيح، معقوله صادفت هذا يعني؟ وقال لك اعرفه، وصل مرحله قال لك انه مسحور. مسحور لانه وصل مرحله يعني عدوه يد ان هذا عدوه، وقام يتقرب منه ويتودد منه ويروح ويقول هو عدوي، ادني عدوي. قعدت وياه لأن قاعد أنا ويا ناس يعني صابتهم العين والسحر، فنصحته بعدة نصائح، وهذه مناسبة ننصح حي مسحور، أي واحد حاجته عين. سورة الكهف، البقرة عفوا، لو يقرأ البقرة كل يوم سبحان الله، هذا توفيق من رب العالمين. إن ما قدر 3 أيام. وأنا ليش أقول لك من واقع معايشة مع أحد اللي انسحر ومر بظرف صعب جدا، والله عافاه وشافاه بالقرآن. المعوذات أقول لهم لا تنسون الأذكار الصباح والمساء، تكرمون دخول حمام، الخروج، هذه لازم تذكر على طول. فالمصاب الآن بالسحر على طاري موضوعنا نعم. يركز على صورة البقرة والمعوذات، وخاصة أمر الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه نهاية الصورة. نعم، هذه مهمة جدا تحفظها من العين. فلكن هذه فرصة أن نناشد وزارة الداخلية إنها ما يعني إن شافت وكر ولا إن في كلام إنه واحد هذا شيخ مثلا إنه قاعد يسحر ناس ويعالجهم، لازم يعالجهم بالقرآن. في بعضهم يستعينون بالجن عشان يعالجون الآخرين، فهذا هم اللي احنا نبيهم، لأن استعانة بغير الله سبحانه هذه جريمة بحد ذاتها. على فكرة هذا مقترح نيابي وقاعد يدرسونه بعض النواب، يمكن تقريبا 5 نواب قدموا هذا المقترح، عشان كذي احنا من خلال الصحف حسب الخبر اللي بالصحيفة، حسب الخبر اللي بالصحيفة. والحقيقة كان ردك يعني موقع تجربة، وأنا تفاجأت بالرد إنه في أنت صادفت واحد وكذي صراحة. نبدأ في أسئلتنا أخوي أبو مبارك. يعني المنشيتات كلها عن موضوع الإجراءات الإيرانية حول حقل الدرة، فإذا عندك كلمة بهالأمر. شوف حقل الدرة، ترى هذه المشكلة يمكن بعضهم على بالهم من الحين. مشكلة حقل الدرة من الستينات بالضبط. هذا يعني حقل الدرة أول ما خرج وبدأ إنتاجه بال67، وكان الحقل هو حقل الدرة كويتي مشترك بالمنطقة المقسومة، يقع في البحر بين الكويت والسعودية، فسمي بالمنطقة المقسومة لأن حقل اشتركت فيه الكويت والسعودية من خلال اتفاقية بينهم لتوزيع ما يتم إنتاجه. يعني الآن تقريبا هذا الحقل يشوف أهميته. ليش إيران حطت العين عليه؟ تقريبا 200 مليار إنتاج الغاز اللي فيه 200 مليار متر مكعب إنتاجه. فإيران صار خلاف كويتي سعودي. هذا الخلاف والله أذكر حتى مقالات كنت أكتبها، هذا كلام قديم. يا جماعة يا الكويت يا السعودية اتفقوا على تصور واحد. فكان خلاف الكويت السعودي استغلت إيران في آخر تقريبا 15 سنة وقالت لنا حصة في هذا الحقل. طيب شوف الخلاف الكويت السعودي، دشت إيران قالت الآن لنا، وبدت تنقب، بدوا 2015 يحفرون. طيب يعني انت تتوقع ابو مبارك يعني ان هذا الامر راح خاصه مع عوده العلاقات بين السعوديه وايران ممكن راح ياثر هذه العلاقات حتى يعني علاقتها مع الكويت؟ يعني لا شك الان مثل ما تقول يعني العلاقات تسير بطريقه اريحيه، خاصه بين السعوديه وايران بعد ما كان التشابك والاختلاف الان يمكن التعاون السعودي الايراني ربما يقلل من الشحن الزايد المندفع من إيران. إيران الآن مندفعة وتقول إحنا لنا حصة، وهم ترى مو جديد الادعاء، هذا قديم. فاستغلوا هذا الخلاف والآن يبون شيء رسمي، يقول رسم الحدود. طيب. وإيران أمانة يعني حتى لو ترجع لمصادر كثيرة، إيران ما لها شغل، دشت خلسة في استغلت الخلاف الكويت السعودي، ولكن بعد ما صار الاتفاق الكويت السعودي صار خلاص صار اتفاق
و2015 وقعوا الاتفاقيه. نعم. وعده اتفاقيات يعني مو بس هذه السنه على الانتاج. دخلت ايران بالخط وقالت احنا راح نحفر في هذا وننتج الحقل. وصار طيب هذا الحقل. واضح. 3 ساعات لمناقشه حرق المصحف، واعتقد انه يعني الحقيقه دور وزاره الخارجيه الكويتيه قامت بدورها، ويعني اعترضت، وكان هناك طبعا وزير الخارجيه اجتمع مع السفيره وقدم كتاب يعني الاعتراض. فاذا عندك بالامر هذا تكلم. والله تعليقي انا كلي فخر اني انتسب لهذه الارض عندما نتكلم عن مواقف الكويت امانه. نعم. مواقف اسلاميه عربيه وطنيه واضحه في كل المحافل. كثير من الدول على استحياء نددت بحرق القرآن الكريم. الكويت واضحه استدعاء السفير، يعني هذا شيء نعم. كنا نتمنى ونطالب فيه. هذه علاقات دول. ولكن انت يا سويد عندما تخرج بحكم محكمه، ترى مو بس الحكومه قالت، قام هذا المتهور اللي حرق المصحف قدم الى المحكمه قال احنا نبي نحرق القران، شلون يصير ما يصير، طلع على حكم باحقيه حرق المصحف فتم. طيب يجب ان تتحمل الحكومه السويديه، والان نحن نطالب حتى بمقاطعه البضائع السويديه كنوع من الضغط فقط. احنا ما بدنا شيء، ولكن لابد من نستنكر هذا الشيء، ولا بد نثني حتى على تصريحات نواب مجلس الامه اللي نددوا واللي طالبوا نعم. ايش في صوتك؟ والله انا صار 3 ايام يعني 3 ايام ولا قبل شوي ما كان فيك شيء، بس لما تكلمت عن السحر والعين والحسد صارت فيك الحشرجه هذه. السالفه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خلني الحين ارقي نفسي فاشوفك تغير حالك. راح نطلع ترند الحين يقولون ها على الهواء انسحر الضيف انسحر. شوف احنا ربعنا الحقيقه بالشاهد مركزين على موضوع ضبط الاسعار، لان فعلا يعني باجازه العيد شفنا المطاعم ارتفعت يعني بشكل ملفت للنظر، وبالتالي كثر خيرهم الشاهد مركزين، ويعني ذكروا هذا ثاني يوم يذكرون في موضوع الاسعار. ففي هني خبر يقول لك نواب اضبط الاسعار يا وزير التجاره، في ضبط اسعار ام لا يا ابو مبارك؟ انا قاعد اشوف في فوضى في الاسعار. ما في ضبط. نعم. كلما تحدثت وزارة التجارة وقالت إن سنضبط الأسعار، الأسعار ترتفع. وأعطيك مثال بسيط، مواد البناء، البنيان يعني العام قالوا ضبطنا، ولا حتى في كورونا لن تتصاعد الأسعار ولن ترتفع. الحديد ارتفع، الاسمنت ارتفع، المقاولين ارتفعوا. يومية العام اللي كان 5 دنانير الحين قام ياخذ 25 و30 دينار. كل شيء ارتفع. فأي تصريح حكومي ضبطنا الأسعار أنا يحوشني إحباط. الأسعار تصعد فوق. نعم. وهذا ما ينجر حتى على الجمعيات التعاونية. ليش يعني هو ارتفعت الأسعار ما في رادع. طيب ليش ترفع السلع على أي أساس؟ ردود أفعال يعني تصرفات أو يعني حملات تفتيشية لوزارة التجارة، ردود أفعال، وليس أن يعني يقومون بدورهم بصفة مستمرة ويعني منظمة. وفي لابد أن يكون التصوير جاهز، يعني أن يطلعون في أنه والله صورها. بالتالي إحنا نتمنى أن يكون هذا العمل يعني، وهذا شغلهم، هذا واجبهم. مفروض يوميا أنه يكون فريق متخصص في كل محافظة على موضوع الأسعار. بالضبط. يعني يفترض الحكومة ما تنتظر ما الشكاوي توصلها يعني والله هذا لقينا لما شكوى تجي شكوى ولا شيء ما يفترض انت تبادر. لكن اذا على بتعيش على رده فعل ما راح تسوي شيء، والتجار راح يستمرون برفع اسعارهم بحجه الاوضاع الاقتصاديه والركود الاقتصادي وما الى ذلك. ولكن كثير من البضائع التي ارتفعت يعني ارتفاع مصطنع عن سبب. طيب مبارك، يوم يعني تاتي الى البرنامج ما تشوف انه زحمه بالشوارع؟ يعني في مسكره بعض الشوارع يعني كل اسبوع انت معاي، فانا ملاحظ انه يعني تعاني من هالمشكله. انا بالمناسبه عندي خبر انا يعني عشان اكمل لك واعطيك المجال، يقول لك فوضى مروريه في الطرقات، في فوضى مروريه بالطرقات ولا شايف؟ لا والله شوف، اول شيء انا اشكرك لانك دقيت علي قبل الحلقه وقلت لي غير مسار دربك، لان الشارع اللي انت متعود عليه تروح القناه مسكر. هذه خدمات مجانيه حق ضيوف البرنامج، تاخذ عليها مبلغ بعد الحلقه اعطيك اذا تبي شيء. انا ما مجانيه هذه. إيه؟ فجزاك الله خير. فشوف انا اكون مستانس اذا شفت زحمه او شوارع مغلقه، اذا في تعديل، في تصحيح، في تصليح للطرق، في شركات تنجز. الظاهر حاشتني عين انا. لا قاعد اقول لك انا خلاص ثبت شرعا ما في بقرا عليك انا بعد الهواء. فنرجع حق محور حديثنا. يعني الشوارع اذا اشوف في شركات تعمل بهذا السور قايمه اكون مستانس، سكر واشتغل. لكن اذا بتجيب لي شركه تشتغل يومين 3 وبعدين تقول لا والله احنا اختلفنا والمقاول انحاش وهذا والشوارع قاعد. بعدين على فكره خط الملك فهد يعني ملاحظ
يعني صار لهم يمكن 3 أشهر دائما يسكرون الحاره اللي الخط الملك فهد على الدار الخامس. الدار الخامس إيه. متجه للسالميه كل اسبوع، هذا كل اسبوع يسكر. إيه. كل اسبوع يسكر. فأنا السالفه ما يعني يمكن تطور ملحوظ، ولكن مو بصوره واسعه. يعني بعض الشوارع تم تعديلها، لكن انت يوم تسكر يفترض تنجز انجاز يعني تمتد لكل الطرق. انت ليش تروح بعيد مبارك؟ شوف الجسور تحت قيد الانشاء. نعم. تشوف يوميا 3 عمال 4 عمال يشتغلون فقط لا غير، جسر كامل 3 إلى 3 عمال 4 عمال. فمتى خلص هذا؟ تقعد سنة سنتين على جسر واحد. هذه خطة الدولة. إذا أنت ما عندك خطة معناتها تمشي تأخذ عمال ترقيع، قاعد ترقع. يوم تحط ميزانية والله بس عشان أسكر الحفر 2 أو 3 ملايين بس أسكر الحفر، وباشر بتجيب شركة تعبد هذه الطرق كلها وتشيل وتكشط، معناتها فلوسك أنت فلوسك بالشارع. معناتها هناك في ناس مستفيدة من هذه الشركات، هناك ناس مستفيدة. ونتمنى أن تكون الخطة واضحة. والحكومة قالت تعتقد شهر 9 راح تبلش بكل الطرق، تبلش تضبطها، وإحنا نقول إن شاء الله. ترى أنت قاعد تغشمر قبل شوي لما قلت أنت صادفت واحد مسحور، يبقى أنت غشمرة صح؟ مو صج. طبعا قول مو صج غشمرة عشان تروح البلوة اللي فيك هذه. خلص الماء ما شاء الله. أعطيك جلاس بعد. أعطونا واحد ثاني، أعطونا واحد ثاني. لا صج السالفة بس ما يندرى. شوف واحد معجب ولا شيء ساكن يقول لك امتيازات المتقاعدين على نار حامية. للحين ما طفت هذه النار. امتيازات المتقاعدين على نار حامية. يقول لك الاقتراحات الشعبية تخترق تحذيرات الحكومة. ماكو شيء ليش ماكو شيء يعني اخبار. انا كل اسبوع اشوف مثل الاخبار هذه. حكي بيع، هذا حكي سوق مو صحيح. يعني كثير قالوا البديل الاستراتيجي، ما قالوا زيادة معاشات الموظفين وحددوا نسب. ماكو شيء لحد الآن. زين ليش ما في هذا كل واحد يطلع على السوشيال ميديا ويحاسب؟ شلون حكي ما يصير؟ قالها وزير المالية، قال لحد الآن ما طلع شيء رسمي ولا في تصور. أنا ما كلمت الحين على البديل الاستراتيجي. ترى البديل من 2014 تدري، مو جديد الشغلة، بس شنو بديل 2014 تم تعديله. قاعد أقول لك الخبر يقول على نار حامية. صج على نار حامية ولا لا؟ نعم في شيء الحكومة تبي تسوي، بس ما طلع شيء رسمي. كل واحد يحلل من راسه. طيب رفعوا معاشاتنا جزاهم الله خير، اعطونا زيادات وامتيازات، ما يقصرون. زين السوشيال ميديا ما يقصرون باختصار. طيب الحين عندك الله يسلمك في خبر يقول لك نبي نروح على القوى العامله. ما القوى العامله الوافدون مستحوذون على 78.5% من سوق العمل. اذا عندك كلام. والله شوف الحكومه مشكلتها ان تقول عندنا خطه وعندنا يعني عمال وافده، يعني يفترض ما تتجاوز عدد السكان الاصليين. يعني هم فعلا احنا نحتاجهم، ولكن اللي قاعد يصير يوم ترتفع نسبتهم من القوى العامله معناته انت عندك خلل بالتخطيط. اكثر العمال موجوده بالكويت عماله كادحه، العماله البسيطه الهامشيه احنا نسميها موجوده، الخبرات موجوده، ولكن مقارنه بالكادحه نلقى السواد الاعظم. لذلك انت الحين اللي قاعد يتم ضخ بالبلد العماله الكادحه. فانت يوم تقول ما عندي فنيين، طيب انت مليت البلد بعماله هامشيه وتبي فنيين، يفترض تكون عندك ميزانيه وعندك خطه واضحه كم يفترض يكون الوافد بالبلد للعلم كم نسبه الفنيين وكم نسبه الهامشيه. للعلم ان خلال 3 أشهر اللي طافت تم توظيف تقريبا 2700 مواطن مقابل 60,000 وافد. فهذا التعديل التركيبه السكانيه نفس سالفه نار حاميه مال المتقاعدين. يعني شوف الحكي هذا تدري وين بيودينا؟ هذا يودينا الى نهايه الحلقه لان بنختم. شلون؟ السويتش؟ السويتش. احنا ايش قلنا البدايه تذكر خرب مره ثانيه السلف عندك؟ دق السلف اول ما سيارتك بتدقها سلف. لا هذه البدايه. لكن متى بيصير؟ انت بعد العيد هم مسحور وهم بعد سلفك خربان. راح تصير المواجهه مع الحكومه بعد العيد، وخلصنا من العيد والان توقع صدام بين السلطتين. انا الحقيقه بعد الهواء راح ندق على يعني ندور لك على شيخ دين يقرا عليك بعد اللي صار فيك نظروك في خلال الحلقه. الاعلامي وليد الاحمد اشكرك على حضورك، ودائما يعني الحقيقه مثري الحوار. يا مرحبا ولنا لقاء قريب ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام انتهى لقاءنا اليوم مع الاعلامي وليد الاحمد. ان شاء الله باكر نشوفكم مع ضيف جديد.